السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله بفضل الله هنعمل البطاطا بالبشاميل. هنعملها بقى البطاطا كلنا عارفينها بتاعت أكلة شتوية، لكن المرة دي هنعملها بشاميل خفيف، وهنعملها نسقعها في التلاجة وناكلها كحاجة حلوة صيفية ترطب علينا في حرارة الجو. طبعا ما شاء الله البطاطا بتاعتنا طعمها تحفة ان شاء الله، وبشاملها خفيف، وهنعمله بطريقة الدايت ان شاء الله، وتبقى لذيذة وخفيفة. بالاضافة كمان ان البطاطا غنية بالحديد، وغنية بالفيتامينات، وغنية بالمواد المضادة للأكسدة، فبترفع مناعتنا، يعني مفيدة للكبار والصغيرين. متنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناة واللايك الجميل وتعليقاتكم الجميلة. وقبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. هنجيب حوالي كيلو ونص بطاطا زي ما انتوا شايفين كده. تكون ملحمة كده ومليانة لحم مقلبظة عشان تدينا كمية كويسة. تمام. وطبعا نغسلها بليفة الخضار وندعك عشان البطاطا بيبقى فيها طينة من الأرض. ندعكها كويس ونغسلها كويس ونقعها في مية لحد ما تبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نقشرها بقى بالسكينة بالمبشرة، يعني اللي يعجبكم، اللي متاح عندك والسهل بالنسبة لي. كمان ننقي البطاطا اللي بتكون حمرا عشان تكون ايه مفيدة اكتر وغنية بالحديد اكتر. ماشي. كمان اهي نقطع بقى، نقشر الكمية بتاعتنا كلها. اللهم بارك. وبعد كده بقى ايه، بعد ما نقشرها ونقطعها كده، نكون مجهزين حلة ونحطها في حلة. احنا هنحط الكمية، نقطعها زي البطاطس اللي كنا بنعمل صينية بطاطس، زي بطاطس مكعبات. المهم ان انا ايه، انا عايزة البطاطا بتاعتي اما اسويها تتهري خالص، تبقى بيوري خالص. حتى اما اجي اهرسها تبقى حاجة بسيطة مش هتتعبني ولا حاجة. اهو زي ما انتوا شايفين كده الحلقات اللي احنا بنقطعها دي بقى. اه. تقطعها بايدي كده زي ما انا بقطع، تقطعها على بلانشة اللي يعجبك. المهم ان احنا ايه، النهاية نقطعها وخلاص. اهي ما شاء الله اللهم بارك، بطاطا لسه طالعه كلها فريش كده وجديده ومفيده. اهي ما شاء الله اللهم بارك. اهي حاجات كمان نعود علينا على البطاطا، نعود عليها اطفالنا عليها يحبوها عشان مفيده جدا ومغذيه جدا. هنحط بقى نص كوبايه ميه، مش عايزه اكتر الميه، انا بحس انها تتهري بالميه بتاعتها، ما يبقاش فيها ميه. ومش هحط سكر، كفايه السكر اللي فيها، اللي حب يحط، بس هي فيها سكر. مفيش داعي نرفع السكريات عندنا ونضر نفسنا. ونعود حتى اولادنا برضك ان هم ياكلوا حاجات مسكره قوي، فبتبقى مضره اليوم بعد كده. البشاميل بقى هنعمل بشاميل الدايت اللي هو ايه، مش هنحمر بقى سمنه ويبقى تقيل وكده والدنيا صيف. هنجيب كوبايتين لبن، وكل كوبايه نحط عليها معلقه دقيق، وثلاث معالق سكر. اللي عايز يزود السكر يبقى معلقه كمان، مفيش مشكله. ماشي. وبعد كده هنقلبها على البارد عشان الدقيق ما يكلكعش ويدوب زي النشا بالظبط، دي زي النشا. وبعد كده هنولع النار عليها، وهنحط بقى مكعب زبده، ومعلقه قشطه وش لبن او اي قشطه عندك، دي القشطه دي عشان تدعم لي الطعم. لكن المكعب الزبده ضروري جدا، لان انا مش ما حمرتش البشاميل، فضروري ان انا احط ايه، مكعب زبده او معلقه سمنه كبيره. تمام. وهنقلب لحد ما احصل على القوام اللي انا عايزاه، وتغلي كويس. اي حاجه فيها لبن لازم تغلي كويس جدا. ومعلقه الفانيليا مننساهاش، او باكت فانيليا باودر. طبعا البشاميل بتاعها احنا مش هنعمله تقيل، عايزينه خفيف. اهي ما شاء الله بصوا قوامه. اهم حاجه يغلي كويس. وبعد كده بقى ايه، اطفي النار عليه. بعد كده البطاطا بتاعتي اتهرت زي ما انتوا شايفينها كده. والله انا مهرست ليه حاجه بالشوكه، انا قلبتها من الحله على البوله على طول، وحطيتها معلقه زبده او معلقه سمنه هتحطيها. وهتحطي عشان البطاطا محبه للزبده والسمنه. ومعلقتين جوز الهند وشويه زبيب كده لو عندك، بس الجوز الهند بيديها بيخليها في حته تانية خالص. هو بصوا البطاطا انا والله ما يعني انا خليتها ما اتهرت على البوتاجاز خالص، لان انا مش مزوده الميه، بس تغلي. وبعد كده وطي عليها النار لحد ما تتهري كده خالص. وبعد كده بقى ايه، ابتدي ايه اقلبها كويس عشان السمنه كمان تفك، او الزبده اللي انا حطاها مع سخونه البطاطا هتلاقي ايه فكت. وبعد كده ادهن صينيه بقى مقاس 24 بقى، بايركس المونيا، الصينيه اللي عندك. واحط كميه البطاطا. عارفين البطاطا لما تحط عليها الحاجات دي والله تتاكل لوحدها من غير اي حاجه، طعمها بيبقى تحفه. الزبده او السمنه معاها مع الجوز هند بيبقى خلاها خطيره. اهو شايفين البشاميل بتاعي خفيف ازاي. وبقى شويه سكر بودر كده لو عندك ترشيهم كده على الصينيه عشان تحمر معانا. بس
مش اكتر من كده. اولع الفرن بقى على درجة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقايق او 5 دقايق حسب الجو عندك. وبعد كده تقعد في الفرن بس من 10 على الرف الوسطاني 10 ل15 دقيقة. بعدين افتح الشواية خفيفة كده خالص تديني الوش ده. لكن لو لقيتها هتحرق مني زي ما انا شلتها كده خلاص بروح مطلعاها، ما احمرش بقت البطاطا كلها اروح مطلعاها، كفايه كده قوي تمام. وبعد كده بقى ايه، هنسيب البطاطا لما تبرد خالص. ليه؟ لو انا قطعتها وهي سخنه هتطلع معايا بقى ايه، مهروسه كده ومش قطعه بقطعتها. انا عايزه القطعه بتاعتها كده بنت ناس تطلع القطعه بقطعتها. وطبعا ممكن احطها في التلاجة كمان قبل ما اقطعها. متحط في التلاجة بتمسك اكتر، تبقى القطعه كده ماسكه نفسها. وطبعا هي كده كده ايه، احنا في الحر ده لازم هنقدمها بارده، وبتبقى طعمها تحفه والله. جربوها مش هتندموا، حاجه مفيده احسن من الكيكه، والله مفيده اكتر من الكيكه. ولا دقيق ولا حاجه، حاجه خضار طبيعي. وبنعمله اهو ما شاء الله. لو قطعه كده طعمها تحفه اللهم بارك. اعملوها والله وجربوها ان شاء الله. وزي ما قلت لكم افضل صحيه اكتر من الكيكه، مفيده غنيه. فنعملها ونستفاد منها. متنسوش يا حبايبي بقى الاشتراك في القناه واللايك الجميل وتعليقاتكم الجميله. والسلام عليكم.